الرحيم. مساء الفل على كل متابعين جريدة نجوم حلوان 24. المهندس أسامة حماد، اهلا وسهلا والف مبروك على افتتاح السنتر. حضرتك بس كده تحب تعرفنا بنفسك عشان خاطر كل متابعين جريدة نجوم حلوان، تمام، والناس اهالي حلوان يعرفوا مين المهندس أسامة حماد، مين خدماته اللي هو دايما بيوفرها، تمام. دايما على طول بنشوف الاضواء كلها متجهه عليه، بيعمل خدمات كتيره لاهالي حلوان، منشيه حلوان، البلد، الركن، كفر العلو، اي مكان. بصراحه الراجل ما بيتاخرش عن اي حد في حاجه. المهندس أسامة حماد، عرفنا بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل. العام لمتحدي الاعاقه بقطاع جنوب القاهره، حزب حماة الوطن. مبدئيا احنا ان شاء الله عاملين مبادره تعليميه تحت رعايه حزب حماة الوطن. احنا بنهدف من هذه المبادره لخدمه اهالي المنطقه والدائره بحلوان البلد وحلوان وكفر العلم. طبعا المبادره ديت مدعمه باسعار رمزيه وعاملين اعفاء تام للايتام. احنا بنهدف من المبادره دي تخفيف الاعباء على اولياء الامور، وان شاء الله يعني جنب المبادره ديت احنا عاملين خدمات تانية كتير. طبعا قبل ما انسى، المبادره دي تشمل جميع المراحل التعليميه، بدايه من تحفيظ القران والحضانه وابتدائي واعدادي وثانوي. طبعا تماشيا مع العمل السياسي والخدمي وتوجيهات الحزب، ان شاء الله يعني يتم اليوم افتتاح سنتر الاوائل التعليمي لخدمه ابناء الدائره والمنطقه، نظرا لتخفيف الاعباء على اولياء الامور وفي اعفاء تام للايتام. وان شاء الله احنا بنقدم خدمه مميزه لاهلنا، وطبعا عندنا مكتب خدمه المواطنين قطاع جنوب القاهره. احنا الخدمات دي بتتمثل في سواء في الصحه او التعليم او التضامن او الملف البيئي. كل الحاجات دي ان شاء الله نقدر نخدم بيها الاهالي، وعايزين نعمل حاجه باذن الله كده تليق بينا وبيكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله. شكرا للمهندس أسامة حماد. طيب، بالنسبه لسنتر الاوائل ده شامل طبعا لكل المراحل التعليميه؟ تمام يا فندم، شامل لكل المراحل التعليميه، ابتدائي واعدادي وثانوي، وعندنا نظام البكالوريا ده. بالعكس ده احنا عندنا كمان اضافه، عندنا نظام التمريض، دروس نظام التمريض ال5 سنوات. ده حاجه جديده، تمام، حاجه كويسه، يعني مش موجوده في المنطقه. نظرا طبعا للاهالي اللي موجوده في الدايره، ما بيلاقوش اماكن ياخدوا فيها بالنسبه للتمريض اماكن ياخدوا فيها الدروس ديت، فبيتجهوا للقصر العيني تقريبا، فالمكان بيبقى بعيد عليهم. تمام، بيبقى بعيد عنهم فعلا. يعني بنشوف المشكله فين وبنحاول على حل المشكله. مهندس أسامة حماد، شكرا ليك وربنا يوفقك يا رب، ودايما انت في تألق وفي تقدم لخدمة اهالي مواطنين حلوان. شكرا ليك يا باشمهندس، وننتظر السادة الضيوف ان شاء الله مع بعض. حضرتك، وده دورنا وواجبنا تجاه اهلنا واخواتنا في القطاع كله، يعني جنوب قطاع القاهرة. شكرا مهندس أسامة حماد.